السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله بخير وألف عافية. وهنا راح أعطيكم كم مقطع يعني من سفرتنا القصيرة للعتبات المقدسة النجف وكربلاء، الإمام علي والإمام الحسين والإمام العباس سلام الله عليهم. خليكم ويا اللقطات. هواي وهذا طبعا مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه. كانت الرحلة حلوة وخفيفة. هنا عندي تبل الدجاج على أساس أهلي الحين يجوني، بس بعدين يعني اعتذروا عن الجية، عندهم يعني أسباب خاصة. هنا تبل الدجاج عندي ملح وخل وفلفل أسود تبلته زين، وطبعا لون المندي حسب الرغبة، وملح وروبة يعني 3 ملاعق من الليل للصبح تبلتهن أفضل يعني. هنا راح أشوحهن بهذه القلاية أو الشواية. وراح أخليهم تقريبا ساعة يستوون يعني زين بيها. هنا عندي التمن كنت منقعته يعني، خليت هنا عندي قرنفل وكركم ودارسين، حمسته وبعدين خليت التمن. هنا التشويحة زينة يعني للدجاج. طبعا هاي الخلطة تسوي الدجاج مثل ما المحلات، وأبد ما يصير يابس ترف، بالعكس يصير كلش ترف. جربوها وراح تشوفون شلون طيبة. هنا بين ما يعني شوحتهن نقلتهن على الطباخ الكهربائي حتى يعني على كيفهم يستوون، ياخذون وقتهن. هنا سويت الخلطة معجون وخل وملح وصاص قهوائي، هذا القهوائي أو الجوزي، بديت أخلي الحشو عليهم زين تتبل زين. هي حسب الرغبة يعني، هاي الحشوة تردوها أو ما تردوها بكيفكم يعني، تكتفون بالخلطة مال أول مرة هم بكيفكم. بعد ما يعني راح أتبلهن زين راح أخليهن بالفرن. هنا عندي التمن كمل وجهز، شوفوا شلون نثري صار. وهنا بعد ما خليتهم بالفرن على الجهة العليا بس يعني الفوق يتحمر كمل. وسهامكم العافية، وانتظروني فيديوهات جديدة، ولا تنسوني أهم شي اللايك والاشتراك حبايب، لا تقصرون. شوفوا هنا شلون ذايب اللحم، بس أنا ما حبيت يعني أخرب شكله. مع السلامة.